الليلة جينا. تقول له حاجه يا عم. عندي غزالة ايه؟ غزالة رايقة، غزاله حمراء. ده انتوا رايقين بقى. تقول طبعا. له حاجه. طب ايه، مش هنحكي لهم؟ نحكي لهم القصه. يلا نحكي لهم، يلا نحكي لهم. يلا بينا. بعدين كل ده بتعمل ايه هنا؟ يلا عندك اول شيفت كورة. مين فينا ما بيحبش الكوره او ما جربش يلعبها او يتفرج عليها او حتى على شكل بلاي ستيشن؟ ده انا من وانا صغير بحب الكوره، بس للاسف عشان مش كلنا بنعمل الحاجه اللي احنا بنحبها لعبت هاندبول، لانها نفس جو الكوره العطية تاني وجميلة ونفس التنافس اللي فيها. وقابلت في الهاندبول عادل، اتأثروا بالهدف اللي استقبلوه بدري. كان نفس الجو زي بنحب الكورة، على طول بنتفرج على الماتشات. ده حتى لما بطلنا هاندبول رحنا عملنا دورات كورة وبطولات كبيرة كمان، لحد ما بقى احنا كمان عندنا السبت الممتاز بتاعنا، بس ده بقى ثابت طول السنة. وحاجة من مميزات السبت الممتاز ده انه خلاني اتعرف على صمبو. صمبو معروف بفيديوهاته الكروية على التيك توك. عزيزي مشجع يونايتد، السلام عليكم. اندري اونانا هو واحد من اسوأ الحراس في تاريخ مانشستر يونايتد. عشان كده بقى احنا قررنا نتجمع وكل واحد فينا يعمل الحاجة اللي هو بيحبها. اهلا بيكم في الموسم الاول واول حلقات شفت كورة. يلا بينا. اهلا بيكم في الموسم الاول واول حلقات شفت كورة. احب اعرفكم بيا، انا عمر عطيه وعادل وكابتن صمبو. يعني احنا عنينا والله، عنينا عبال ما نطلع القعده اللي احنا عملناها دي والاستوديو الخفيف البسيط اللي احنا عاملينه لكم. نو بادجت، هي نو بادجت. قاعدة رايقة. حاولنا نظبط الدنيا على قد ما نقدر، على قد ما نقدر قلنا نعمل حاجه، نعمل كده استوديو خفيف كده ظريف. يعني نحاول، كان المهم ان احنا نعمل فايب تبقى قريبه من قعده القهوه بتاعتنا بالظبط. ننقله ليكوا هنا. قبل اي حاجه عايزين نقول لكم ايه هي شفت كوره. احنا ان شاء الله هيكون محتوى كروي نتكلم فيه عن اي حاجه ريليتد بالكوره، وان شاء الله باذن الله نكون معاكم كل اسبوع. ليه بقى شفت كوره؟ هي دي القصه اللي احنا عايزين نحكيها لكم. زي ما انتم شفتوا في الانترو، احنا صحاب اتجمعنا بطرق مختلفه. عرفت عادل من فريق الهاندبول وكابتن صمبو من السبت الممتاز. صمبو راجل بيحلل، هو مع انه اهلاوي بس راجل بيحلل كتير قوي يا جماعه. عالمي. يلا بينا نبدا باول شيفت. بس قبل اول شيفت نبدا بقى بالبالون دور وعثمان ديمبلي افضل لاعب في العالم. قبل بقى ما اجي لكم عند عثمان ديمبلي، انا شايف نتكلم عن البالون دور زمان واللي كان بيحصل قبل عثمان ديمبلي. كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، الصوره اللي ورانا. هل زمان البالون دور كان ليها طعم تاني؟ طبعا. انا كنت بستنى الحفله عن نفسي. انا بحس ان هي اكنها يعني فيلم. هم كانوا حتى بيعملوا لها اديت وحركات وبتاع، وكان في لقطات فيها يعني شقيه قوي. فانت بتبقى قاعد اولا مش عارف فعلا هي رايحه على مين، وكان بيبقى ساعات في مفاجآت كتير يعني، ونبقى كلنا مستنيين حد او نفسنا في حد. فاكر الحفله لما كانوا قدموهم كده، مش فاكر كان اسمها ايه، يعني كانت واحده ريبريزنتر كده قدمتهم بطريقه اكنهم داخلين فيلم حرب او اللي هو ويلكم ذا 11 بيست بلايرز ان ذا وورلد. وهم مين اصلا؟ بص الاسامي يعني احنا لو دخلنا في ميسي ونيمار ومودريتش، وكان انيستا باين وكروس او انيستا تقريبا. كانت تشكيلات صعبه قوي. كان راموس ومارسيلو تقريبا، وكان في بوفون نوير وبونوتشي. كان بونوتشي أيوة. بوفون وداني ألفيس. فبص الجيل ده يعني دي كانت 2000 وكام يا جماعه؟ 15. نيجي بقى لكابتن صمبو، وعايز اعرف منك دلوقتي، هل عثمان ديمبلي كان يستاهل فعلا الاستحقاق 100%؟ لا، بس كتوقع ممكن. يعني لو هتتوقع حد ممكن ياخد البالون دور، هتبقى الفرقه اللي خدت تشامبيونز ليج. باريس واخده تقريبا في حدود 4 بطولات السنه اللي فاتت، فلا تاخد النجم اللي فيهم هو ديمبلي. في استحقاق يعني.
يعني دلوقتي بقينا نقيس البالون دور بالاتشيفمنتس بتاعه الفريق مش بتاعه اللعيبه. هي ملهاش ملك. يعني احنا اتفرجنا على جوائز كل كتير. سنه بحاجه. هي ملهاش ملكه والله. يعني مهما تقول خلاص اتفقنا على ده، خلاص مسكنا سكه الشامبيونز ليج يطلع سكه الدوريات والهداف وبتاع، مسكنا سكه البطولات واكتر واحد واخد بطولات، لا اصل المنتخب اصل بس برضه ملهاش يعني ملك. لو عن فرديا بصراحه ما يطلعش رابع يعني هي دي يعني صعبه شويه يعني هو مش رافينيا رافينيا الرابع، صلاح بيقرب قوي، رافينيا الخامس. رافينيا خامس، صلاح الرابع، ودي برضه غريبه برضه على فكره. رافينيا ثالث، دي صعبه. ولامين يامال تاني. يعني لو برشلونه كسكواد، لا رافينيا انا شايف ان السيزون بتاعه احسن من لامين يامال، اهم من الارقام يعني. صح. طيب نيجي بقى للحته بتاعه الالقاب الفرديه بتاعه كل حد في البالون دور. نيجي الاول لافضل فريق باريس سان جيرمان، مستحق. يعني اقوى فريق مستحق يعني عن جداره يعني. بهدل الناس كلها، وبس فلت منه ماتش واحد بس في السيزون كله بتاع. افضل حارس في العالم دوناروما مستحق. يعني مفيش اظن اختلاف في حاجه زي دي. يعني لو قلنا حد ممكن ينافس شويه، إيميليانو مارتينيز عشان كاس العالم 2022 ماضي عادي موجود معانا من ساعتها. يعني بصراحه لا، دوناروما يستحق. انا دي وجهه نظري، وشايف ان هو ما كانش ليه منافس تقريبا السنه دي. يعني الاداء الفردي بتاع كورتو كان كويس، بس في الاخر ما ريال مدريد ما طلعش. ريال كان اوت خالص وبعيد خالص يعني. افضل مدرب في العالم لويس انريكي، هنستحق. اكيد هنستحق طبعا يعني، بس ده ممكن الجائزه الوحيده اللي يبقى فيها منافسه. ليه يعني بقى؟ هانز فليك واخد فرقه ما فيش ترانسفيرز، ما فيش اي حاجه خالص، قدمت موسم كويس ريال برشلونه الثلاثيه. فهانز فليك لا يعني في تغيير شويه، بس يعني انت لو اكتر المتفائلين من برشلونه ما توقعش الثلاثيه يعني انت تكسب ريال مدريد في كل ماتشاتك. وجهه نظر تحفه. نيجي لافضل مهاجم في العالم، فيكتور جيوكيريس. هل شايف ان ده هو واخدها عن استحقاق، خاصه ان هو بيلعب في دوري زي الدوري البرتغالي؟ والله بص، هو ان انت تاخد احسن مهاجم وفي الجيل اللي انت موجود فيه هالاند وفي مبابي حتى لو هو مش مهاجم صريح، وتنافس الناس دي بكميه الاجوان زربيح الاجوان اللي هو جابها دي، فهو يعني يستحق ده. لان هم برضو كانوا اقل منه، يعني ممكن يكونوا كلعيبه احنا عارفين ان هم لعيبه اتقل من مبابي، يعني من جيوكريش قصدي. بس هو بصراحه في حته ان هو مهاجم دباح، فهو ده حقيقي يعني تفوق عليهم يعني بصراحه. ده حقيقي. ولكن برضو عايزين نقول ان هو برضو ما كانش عنده المنافسه الشديده زي ما راح في الدوري الانجليزي. هو ما بقالوش لسه برضو ما قدمش المستوى اللي كان بيقدمه في الدوري البرتغالي. هل هينفجر؟ هنتكلم عليها بقى دي في شيفت تاكتكس بقى. خلينا في الشيفت الشيفت الممتاز. يلا بينا على الشيفت المحلي. يلا بينا. اهلا بيكم في الشيفت المحلي، واول شيفت محلي لينا في الشيفت كوره. الموسم السنه دي للدوري المصري يعني نقدر نقول ان هو مايل شويه ناحيه الزمالك. ايه رايكم قبل اي حاجه في شكل الاهلي وفي شكل الزمالك؟ هو صنبو هيجي يشجع الزمالك. بلاش انت جاي تنكشنا بقى. جاي بقى. اتكلم انت على الاهلي الاول يا صنبو، اتكلم على الاهلي طبعا، ولا انا المتصدر الكلام الاول؟ هو انت بتصدم مؤقتا بس خلي بالك مش هنكمل على كده. لا نتكلم على الاهلي الاول. اتكلم على الاهلي ممكن ده واحد من اقل المواسم كبدايه طبعا مستوى المحلي، بس لسه دوري طويل يعني. اللي عايز ياخد دوري لازم ينافس. متفائل، حاسس ان احنا ممكن نعمل حاجه طبعا بعد عوده سيد عبد الحفيظ يعني ووليد صلاح الدين. لا في هنتكلم فيها هنتكلم فيها. لا خير لسه. شايف الزمالك الموسم ده هيقدر يعمل المفاجاه الكبرى وياخد الدوري؟ هي كده كده لو حصلت تبقى مفاجاه، وعشان كده اصلا انا كان نفسي يبقى الزمالك موقفه في الدوري انه مش هو اللي راكب ويتحط عليه الضغط. عارف بالبلدي كده، لو احنا بنلعب بلينات انا ما احبش ان انا اشوط الاول، فانا دايما انا اللي سابق والمفروض انزل اكسب. هو الفريق بيجدد دمه، شكل جديد، مدرب جديد، هويه جديده، خلاص ما بقى في شيكا والناس القديمه جديد قوي عليهم. فكره اصلا حلوه يعني. ما تجيش من نادي الزمالك برضه على الهادي، لان هو فاكر في كل حاجه تلاقيه فبيجرب. ايوه يعني. فانا كان نفسي تبقى على الهادي ويبقى ايه، مش هقول لك ان الاهلي هو اللي راكب، بس ما بقاش دايما انا اللي اتحط دلوقتي. ده الاهلي اللي عايز يجيبني، الاهلي اللي عايز يكسب. امتى الزمالك هيوقع نقط؟ وفعلا الزمالك بيوقع نقط في الماتشات الاسهل ليه، يعني هو كسب ماتشاته الاصعب حقيقي ووقع نقط في الماتشات الاسهل. احس الزمالك ما بيلاعب فرق معلش. لا انا بقول لك يعني انا شايف ان الزمالك كان ممكن يستغل الفرصه احسن استغلال. هو مستغلها بشكل ما، ولكن مدي مساحه كبيره قوي ان طبيعي ان هو هيوقع نقط في ماتشات تانية كبيره
والمباراه الجايه مباراه القمه، فانا شايف ان هو بيوقع نقط في حاجات ما ينفعش يوقعها. هي يعني رايحه مرسومه على الماتش اللي يرجع فيه الاهلي للاسف. فانا عارف يعني انا عارف الزمالك كتير في الموقف تاريخياً ده. خلي بالك. انا عارف الزمالك حافظه جدا في الموقف دي. لا والزمالك دايما يقول لك قبل ماتش القمه خلي لعيبتي تاخد انذار فاجيب عن الماتش اللي قبل ماتش القمه عشان ما يغيبوش على الماتش الاهلي. و2000 ونفس السيناريو يعني نفس 2000 غاب علشان يبقى جاهز ماتش الاهلي وبتاع. عمرو زكي زمان عمل محمد عمل كده وفي الاخر يعني خلاص بقى مش عايزين نزعل الجمهور. نيجي لاول حاجه، نبدا بنادي الزمالك بما ان هو المتصدر. لعيب زي خوان اسمه ايه الاشول 2000 خوان 2000 او بتسيرة. ابوه قال لك قال لنا يعني يعني قال للناس قولوا عليه بتزيرة مش 2000. ما اعرفش ليه بنسى اسمه على طول. اللي فاكره تشيكو بنزا ده سهل قوي، انما اخوان هنعمل ايه في انا حاسس ان شيكو بنزا ده انا بسال عليه عشان انا حاسس ان شيكو بنزا ده الواد الاسود الحلو لا يعني 2000 خد بالك هو تحس ان هو برازيلي بس هو نفسه مش عارف ان هو برازيلي. يعني هو بيلعب مع زمايله مش اناني، بيرفع وشه يشوف الناس بيلعبهم. فيعني هو عند الجمهور والزمالك انا حاسس الحاجات دي هو حافظ بس بقى عشان وسام لسه جايب كام جون وراح بس الشعار وعمل يعني حاجه يعني كله بياكل عيش دلوقتي. نيجي نتكلم على نواقص كل فرقه بالنسبه للاهلي والزمالك. شايف ايه يا كابتن سامبو نواقص النادي الاهلي؟ يعني مع اني انا شايف لحد دلوقتي عيب قوي نتكلم في نواقص حتى لو الدفاع يعني. لا انت سكوادك مش كامل على الدفاع. عايز 2000 بقى، عايز واحد اشرف. عايز واحد اشرف لا يعني قصدي اقول انه ان انت على الجانب الهجومي دعمت زيزو بن شرقي، عندك تخمه قوي في الهجوم. بس انت دفاعيا لا ده انت من ده حقيقي. اقل يعني المستوى الدفاعي في الدوري كله. يعني انت ياسين مرعي مثلا لعيب كويس جدا بس برضه لعيب له ماتش او اتنين. غير كده مثلا وياسر ابراهيم طبعا مصطفى العش. هل في حد في الدوري مش عايز باك شمال؟ هو انت ليه مش عايز باك شمال؟ بس انت ليه بتدور في الدوري؟ يعني ده برضه سؤال. انت ليه عايز تروح تاخد لعيب في الدوري زي مثلا مصطفى العش 60 مليون جنيه مثلا؟ عشان هو صرف جامد قوي على خط الهجوم. مش لازم نفس الرقم ده. يعني انت يعني مثلا انت جبت اشرف داري هي فشلت معاك، بس مثلا الزمالك جاب صلاح مصدق مثلا يعني كويس قوي. عادل هيتكلم على في حته انه كورته ازاي ويطلع ازاي. فانت ليه تروح تصرف على لعيب في الدوري المحلي ب 60 مليون جنيه؟ في الاخر معلش ما كلهم شبه بعض. اللي بيلعب برجليه كان مميز كمحمد عبد المنعم، غير كده كله شبه بعض، كله بيخبط. يعني انت شايف في وجهه نظرك كان الاهلي من غير النواقص دي ما تدعم مش هتشوف المستوى اللي انت مستنيه، مع ان في فرق كتيره جدا كان طول عمرها اكزامبل بسيط جدا. مانشستر سيتي هجومها كان جبار وكانوا بييجوا يقعوا في بطولات معينه زي الشامبيونز ليج، بس كانوا عندهم هجوم شايل. خلاص انت بتجيب 4-5 اجوان. انت دلوقتي الاهلي بالهجوم ده ولا عارف يهاجم ولا عارف يدافع. عشان اي فرقه انت بتلعبها بتلعب زون ديفنس. حتى في ماتش القمه الزمالك هينزل هيقف وهيستنى الاهلي ويلعب على التحولات. فانت لازم دفاعاتك تكون كويسه. يعني انت معلش كان عندك علي معلول، فاي حد بعد علي معلول هو داون جرين. يعني كده انت نزل مع احترام الكوكا مع احترام مصطفى العش. انا محتاج باك ليفت يا جماعه. حتى محمد شكري بتاع سيراميكا جه من ساعتها متعود. فانت ما عندكش باك ليفت، محتاج باك رايت. مش هتكلم الحوار ده عشان الحوار ده بيجيب لنا فرشه نفس كده يعني. لا الناشئ بتاعنا ده له 10 هي حاجه مشتركه في الزمالك على فكره برضه. يعني لو هنتكلم عن النواقص اللي عندنا ان احنا عمر جابر، انا على فكره بحب عمر جابر. لا معلش مش هتقارن، مفيش مقارنه. يعني هو ماشي هقول لك عمر جابر قصدك ان هو لا بس على الاقل بيسد شويه. بص انا اقول لك في ميزه، انا حقا الحق يعني عمر جابر في ميزه ان هو ثابت شويه دفاعيا، يعني اركز شويه دفاعيا. هقول لك كده عنده بس ان هو مشاكل بس زي بس مش باك ماسك الخط بيعمل اوفرلاب مع الوينج بتاعه يطلع يرفع. لا انت بتتكلم انا بس اعتراضي على محمد هاني ده ان هو ما بيعرفش يلعب صح. احنا دي حاجه كلنا متفقين عليها. يلعب كورنرات كروس واحد كل 10. يلعب كورنرات ليه؟ يلعب فاولات ليه؟ يعني انت اصلا في الكروس العادي اللي بالحركه ما بتعرفش تعمل. بص خد بالك هو ده مش في الاهلي بس، يعني بتلاقيه برضه في مصر بيلعب وابراهيم حسن بيديله الثقه وبتاع وبنلاقي لقطات بيدعمه حتى لو مش هو اللي بيلعب الست بيسز يعني. بس يعني هو الناس ما مش عارف هو ما فيش. هي في حاجات بتبقى عليها علامات استفهام كتير. سيبنا بقى من نواقص النادي الاهلي ونخش على الحاجات اللي ناقصه النادي الزمالك. شايف ان نادي الزمالك كده خلاص هو عنده الحاجات اللي هو محتاجها، قدر يشتغل على الحاجات والامكانيات اللي موجوده عنده، ولا برضه ناقصه شويه حاجات؟ هو الزمالك بالنسبه للامكانيات الماديه واللي حصل معاه من الموسم اللي فات والتراكمات بتاعه المديونيات والكلام ده كله،
فاللي هو الشكل اللي بادئ بيه في الموسم ده كويس. ممتاز، لا مش كويس، ممتاز. يعني انا شايف اللي هو كويس، ممكن نقول ممتاز. كان خد ال 24 نقطة. لا بص، يعني اصل انت برضو فريقك حرفيا راجع من الموت، فريقك راجع من مره واحده. ايوه بس هو خلي بالك تجديد دم برضه. بس الفريق ده صارف يعني الفريق ده مش هو بيجدد دم او كل صارف وكل حاجه بس مش ببلاش. مش ده مش ببلاش، مش ببلاش اكيد يعني، بس بنتكلم مش اللي هو كلاس ايه، مش زي لما قبل كده كان مرتضى بيمشي 22 لعيب ويجيب 22 لعيب. ايوه فهو الزمالك حاول يكمل ناقص. انا عاجبني جدا نادي الزمالك بصراحه. هو متوازن، بس لو هنقول ناقصه مثلا انا شايف في نقطتين ناقصه الزمالك، وهي ان هيبقى عنده باك رايت غير عمر جابر اللي بيثبت ورا، يبقى باك رايت بيساعد شويه الفينا. هو كده بيساعد دفاعيا لو كمل بس ده لو كمل بقى يعني، بس طول ما هو معانا يعني. ساعات كتير جدا الفينا بيضم واحده ساعات كتير جدا هو ساعات كتير جدا الفينا بيضم من قلب الملعب وبيرقص، الناس بتتكتل عليه فحد يزيد معاه. والنقطه الثانيه، انت عندك دلوقتي عبد الله السعيد ماسك الريتم جدا جدا. انا حاسس ان انا يعني مش عايز اوفر، بس عندك مثلا عبد الله السعيد رجع 20 سنه. هو الراجل محافظ، ملتزم جدا، محافظ على نفسه فظيع يعني، منتاليتي ثانيه خالص. بس الراجل هو بيدافع وبيلعب 90 دقيقه وكبير في السن. فانت لازم يبقى عندك صانع لعب بقى 10 صح. ناصر يعني هو ناصر موجود بس ناصر مزاجي. يعني ناصر مزاجي، وساعات اللي هو لو مش ماشيه معاه بلاقي طلع اوت اوف مود خلاص. عامل 1000 واحد. ايوه بالظبط. فهي دي بس النقطتين النواقص اللي في الزمالك. مش محتاج خش على شايف عودة الدباغ. بص انا اكيد مش هبقى طماع. انا المفروض كنت بادئ الموسم ده ب3 مهاجمين بس حصل مشكله مع الجزيري واحد طار. فانا الاثنين اللي معايا انا شايف ان عودة الدباغ على فكره مجتهد جدا وبينزل وبيستلم. بس انت كده عندك ستايل لاعبين هم الاثنين شبه بعض، ناصر ماهر ولا ناصر المنسي دي بقى وعودة الدباغ نفس الستايل، الاجتهاد، الجته اللي بتقف قدام. هو عودية ممكن ينفجر يعني. انا على فكره هقول لك على حاجه ليه بقول لك ممكن ينفجر. لو لاحظت في اخر ماتشين جات له كوره كان من عبد الله السعيد لعبها له ثرو كده، في واحده شاطها بغشوميه قوي، حط فيها باور جامد وهو اصلا لازق في الجون فاتشالت. طبعا هي ما لحقتش تروح في زاويه لانه حاطط فيها باور جامد بس ما لحقتش تروح. جات له في الماتش اللي فات راح اداها شبايه كده، فهو واضح ان هو عنده هو بدا يجيب يتعلم، حاسس ان هو عنده استجابه. دلوقتي على الدوشه اللي جوه النادي الاهلي وصراع النجوم والتنافس اللي موجود، هل شايف ان بدل من الموضوع ده يتاخد بطريقه ايجابيه وان بيكون في تنافس بين اللعيبه، يتاخد بطريقه سلبيه والموضوع بقى فيه حاجات غلط؟ لحد دلوقتي علامات استفهام كتيره جدا على اداء النادي الاهلي. مفيش كبير في الفرقه يعني، من الناحيه الاداريه مفيش حد كان يقدر يسيطر على العدد ده من النجوم غير سيد عبد الحفيظ او حد بشخصيه سيد عبد الحفيظ، لان كل واحد فيهم مزاجنجي، كل واحد فيهم حاسس ان هو كابتن الفرقه. ده كابتن تريزيجيه من بره، انا كابتن فرقه، امام هو نجم الفرقه السنه اللي فاتت، زيزو نجم الزمالك جايبه عندك، محمد رمضان. فكل الناس دي التوليفه دي كانت محتاجه رجل اداري يقدر يسيطر عليها، ده ما حصلش. او رجل يعني مدير فني مثلا يقدر يسيطر عليه، مفيش. ريبيرو كان شخصيه ضعيفه جدا، لا استفاد منه فنيا ولا اداريا. فطبعا انت كنت محتاج حد زي سيد عبد الحفيظ، فسيد عبد الحفيظ مفيد. يعني شايف ان كابتن سيد عبد الحفيظ هيقدر ان هو يطلع احسن حاجه في عند اللعيبه دي كلها، وليه صلاح الدين كمان، لان هو في الاخر اللي هيتقال للعيبه كده، انتوا حتى مهما كنتوا نجوم فنجوم بره النادي. ايه هو منصب الكابتن سيد عبد الحفيظ وايه هو منصب وليد صلاح الدين؟ صلاح الدين مدير كوره عادي خالص، اوكي، زي اللي كان بيعمله سيد. لسه سيد عبد الحفيظ ما تحددش هيعمل ايه، بس لو نزل انتخابات عضو مجلس اداره يبقى مشرف عام على هيجي ناظر في الدنيا. هو يجي ناظر يربط الدنيا. يعني قصدي محتاج مسميات. فاكر اللقطه بتاعت كان اسمه ايه اللي كان في المقصه وانفجر جامد ده؟ الشحات. لا كان هداف ساعتها الدوري، احمد الشيخ. ايوه انا فاكر لما كان معدي بالعربيه وكابتن سايب والله هم اللي ايوه مسيطر يعني. هو ليه لهجه مع اللعيبه مختلفه، 86 كوتوكو 95 يعني وصل لي معلومه مش متاكد من صحتها بصراحه، ولكن واثق جدا في الشخص ده ان اللعيبه كانت مش راضيه تلعب، وكان في مؤامره جوه النادي الاهلي لان هم ما كانوش مقتنعين بريبيرو. هل شايف ان دي حاجه فعلا ممكن تكون حقيقه ولا دي مجرد اشاعه؟ لا اشاعه، تاريخيا عمرها ما حصل. تتامل انت تمشي المدير الفني، مش تامل انت مش مقتنع. انا شايف ان دي ممكن يبقى في ما بلاش السؤال. لا دي حاجه زي انت قلت كلمه جات لي مصدر احنا. لا ما هو ده حقيقي على فكره، انا من الكاف ده فعلا والله، ده حقيقي. انا لو صاحب اللي كمان ده حقيقي، بس مش قصدي انت كذاب، بس قصدي احنا مين.
عادي يا ابني، ايه المشكله؟ ما تخليك قول له انا سمعت. ماشي. أنا 1 معلش. 2 3. او احساس. لا هي اصل يا جماعه دي حقيقه فعلا، فتعالوا نتكلم. 1 2 3. في اشاعه طلعت من اكتر من حد، مش عارفين بقى مدى صحتها، ولكن برضو نقولها ان اللعيبه ما كانتش مقتنعه بريبيرو، فكانوا مش بيقدموا 100% بتاعتهم. هل ده حقيقي ان ممكن في النادي الاهلي يحصل حاجه زي دي علشان مش مقتنعين بالمدرب فيمشي؟ تآمر على المدير الفني صعب قوي، يعني تآمر بمعنى تآمر لا، يعني ممكن ابقى يعني مش في دماغي كارف، انما بتآمر ان انا مش مدير فني صعب شويه. خاصه اللعيبه لسه جايه جديده، يعني اللعيبه مش صعب تعمل ده وانت لسه داخل النادي. الحاجه الاكيده بقى ان في شلاليه، يعني في حرس قديم، في لعيبه جديده حاسه نفسها نجوم، في نجوم بتروح من عليهم سبوت لايت ماشي، انما الناس دي كلها بتتامر تمشي ريبيرو. هو ريبيرو اصلا شخص لايت، يعني واحد قعد واحد ما خد بيعملش رياكشنات خالص، يعني لا ثابت ما ينفعش الهدوء ده اصلا مع مدير فني الله. شبه ميسي لما يكبر. بعد اذنك. اسمه ايه يوريتش في بيراميدز، شوف ده بيعمل ايه. لا وده ده مجنون. ولكن بصراحه انا شايف ان مدرب زي ده ممتاز. مش عارف كان هيقدر يمشي مع نجوم النادي الاهلي. لا بتكلم على يوريتش. مش عارف واحد زي ده بصراحه كان يقدر يمشي مع نجوم النادي الاهلي ولا لا، ولكن انا كان رايي هيخبط جامد مع الاداره. يعني كان لا هو حاجه ثانيه، ممكن يخبط مع النجوم برضه. مش النجوم، لا اصل هو النجوم محتاجه ناظر، يعني اتكلم بصراحه انت عشان عندك النوع ده من اللعيبه. يعني انا كنت عايز اقول نقطه لما كان بيتكلم سامبو على النجوم اللي موجود دلوقتي، وبيقولوا بيشاوروا على نفسهم يقول لك انا نجم من اعلانات ومن ظهور على السوشيال ميديا والحاجات دي. عندك تريزيجيه وامام وزيزو، في حاجه مشتركه ما بينهم هم الثلاثه، ان كل واحد فيهم هو البيك بتاعه جه بعد ترول وان هو وحش قوي بقاله كتير جدا صح. ورجع. واحد زي زيزو جاي لنا من البرتغال ولا ما اعرفش كان جاي منين، وكان قليل جدا، وكان ليه فيديو كان بيرفع كورنر مع فريق الناشئين، الزمالك لسه بيقومه في الكوره، فواحد وامير قال لك لما كان بيخش نادي السكيورتي ايوه ما عرفوش، مش عارفين مين ده. واحد زي امام كان في الفتره اللي موجود فيها في الزمالك كان في لعيبه عاليه كامكانيات موجوده جوه النادي في الفتره اللي كان موجود فيها، بن شرقي، فرجاني، شيكابالا، حتى في مركزه طارق حامد. فحتى كان مش بس البيك، المينتاليتي بتاعته ان انا عشان اظهر لازم اهين نفسي. كان قصدي ان هو انت عمرك شفت امام ممكن يموت نفسه قوي كده في الاهلي؟ انا ما شفتهاش لحد دلوقتي. بدون ما اقطعك، هو ينزل بدماغه بدون ما اقطعك، بما انك بتتكلم دلوقتي على بيراميدز دلوقتي يا جماعه احنا بنصور وقت تصوير ماتش بيراميدز واهلي جده. بيراميدز فازت على اهلي جده 3-1. ده ايه ده؟ هو كسبوا كده اوكلاند ولا كان اول ماتش مع مين؟ كده كسبوا البطوله اللي شبه الاهلي والعين السنه اللي فاتت، اللي هي ثلث رغيف ربع رغيف ثلاث ارباع رغيف، وهي دي حقيقه هي نفس البطوله دي. يا جماعه لا هي ثلاث ارباع الكون وربع الكون. مش خدتها انا قصدي هو كده خدها ولا كده خدها يا جماعه؟ فيستو مايلي هاتريك، لعيب سوبر، مش هقول ممتاز، سوبر. لا لعيب زي ده بصراحه انا كان نفسي يبقى عند النادي الاهلي. عارف انه اترفض ان هو يخش يعني لجنه الكوره؟ لا والله العظيم اترفض النادي الاهلي دون المستوى. قال لك ده قبل ما يروح بيراميدز. قبل ما يروح بيراميدز على طول. فده بقى اللي كنت بقوله على يوريتش، بيراميدز عنده رفاهيه انه ممكن يخسر، حرام والله العظيم. فكان جاب مدرب كان بيجيب زي باتشيكو وروبن دياز، والراجل اللي كان بيلعب كوره ده اللي عايز يلعب، اللي كان بيفتح، كان جاي من وادي دجله وفاتح الخطوط خالص ده. كان اسمه ايه؟ تاكيز يونياس. عنده رفاهيه انه يجرب. أيوة. فجاب مهاجم عادي ما حدش، هو بس كان هداف دوري او كونفدراليه ممتاز. يمكن هو وسام ابو علي كانوا احسن مهاجمين الموسم اللي فات. ربنا يمسيه بالخير بقى. دلوقتي بيجيب الجون بقى ويبوس الشعار ويشاور للجمهور الامريكي. فعلا يا باشا اكل العيش. اهلا بيكم مره تانية، واهلا بيكم في الشيفت الممتاز. بس قبل ما نبدا بقى في الشيفت الممتاز عايزين نتكلم عن الترانسفيرز ونتكلم في الشيفت الترانسفير. ايه احسن 5 صفقات بالنسبه لك؟ مش بريمير ليج، نتكلم يعني في العموم. عموما والله ممكن اقول لك الصفقه اللي عليها ضجه طبعا ايزاك، مع انه لسه ما لعبش، هو نزل سخن بس شويه في ماتش ايفرتون. وهقول 2 شبه بعض في نص الملعب، زوباميندي ورايندرز. مش هقول سارق مين رايندرز ده، خلاص بقى اقول بقى. يا جماعه كان في حلقه احنا قعدنا نحضر فيها ونتدرب عليها بما ان دي اول حلقه، فرينجرز ده ما كانش كلامه، اسمه رايندرز اصلا، رايندرز رينجرز ايا كان، بس هو مش فاكرين صفقاتهم. هو نفسه ما كانش قايله، بس مش مشكله، مش هنقوله. عديها كده. قلنا 3. هقول معاها زوباميندي. انا قلت زوباميندي صح؟ ماستنتونو
ودي جت يعني جت بالصدفه كده مع ريال مدريد. هو بيريز حب يرازي الناس كلها ويلحق يقطفه بدري، والونسو مستفاد بيه لحد دلوقتي يعني. وهقول لما نيجي نتكلم عن ريال مدريد مثلا ممكن يكون ايه فائدته. وجيوكريش من وجهه نظري يعني حلو. لارسنال. كابتن سامبو، افضل 5 صفقات. اتفقنا على الحوار ده قبل كده. بريمير ليج ولا عامه؟ لا في العموم. اكيد. حسين زيزو ولا ايه؟ خلاص نبعد على يبقى اول واحد سيد زيزو. فوق التقييم. لا بجد قول لي افضل 5 صفقات في موسم 2025. ايزاك طبعا، يعني ليفربول صبر كتير قوي على نيوكاسل ان يخلص مهاجم زي ده، وابجريد مرعب على داروين نونيز وعلى جوتا طبعا وعلى لويس دياز. كيتيكي طبعا انا متفق يعني تقريبا على كل اللي انت قلته باستثناء رايندرز. اي سي ميلان كويس بس يعني في جوبا ميندي ولا انت قصدك يعني رايندرز ولا ايزاك كيتيكي. بالنسبه لي كونيا ومبيمو يكونوا مع بعض. ايزي كريستال بالاس. مين كمان؟ انت مخصم الدوري الاسباني خالص. ما يعني ما فيهوش صفقات كتير، هو مسنتونه بس الموسم اللي عايز اقول بس ان برشلونه مين احنا نحسب راشفورد. احنا ناسيين ترند. حد عايز يقوله ولا لا صفقه لا صفقه كلم العادي لحد السن ده بيلعب عليه. لا يعني ما عندك حق لا وطبعا جوكر. طب هي خلاص بقى هي جوكريس ولا جيوكريس؟ عايزين يا جماعه نرجع تاني. الماتشات ايه بس عشان نفتكر. انت هتتكلم صوتك باين ما تقلقش. هتبتدي ماتش الجوله سيتي وارسنال، بعد كده تشيلسي ومانشستر يونايتد. ماشي. بعد كده بقى فرق. انا هتكلم شويه عن ليفربول وانتوا بقى استلم بقى كل المفاجآت وسبيرز وساندر اللي انت عايز تقول. كفايه قوي كلام كده عن الترانسفيرز، ويلا بينا نبدا كلام عن الشيفت الممتاز بتاعنا. يلا بينا. نبدا بايه؟ ماتش الجوله. ماتش القمه اكيد بتاع الجوله. ارسنال والسيتي. طبعا مش تشيلسي ويونايتد. ماتش الضحك والدكتوريه ده. شكلنا كابتن عايز نزعل حد مننا مع الناس. لا بجد ماتش ارسنال والسيتي عايزك تخش لنا بقى ايه الحته التكتيك، الحته التفاصيل بتاعت على هادي برضه، على هادي محل الاداء بتاعنا. على هادي مش لازم نخبط مع حد. ايه اللي حصل في المباراه؟ والله بص، هو انا اتفاجئت ان التكتيك بتاع جوارديولا في الماتش ده هو بدا ب 4-4-2 ستاره كده بس ضغطها عالي. ماشي، هو ده بيلعب في الغالب الضغط العالي ده وتمام. وفكرته ان هو يعزل البيلد اب بتاع ارسنال، يخلي رايس وزوباميندي ما يعرفوش يستلموا الكرة براحتهم، فيعملوا النقله اللي هي من 4 ورا ل3، ان كاليفيوري يجي يضم. فهم كانوا مانعينها خالص. مش كاليفيوري. فكان كاليفيوري مش عارف يضم معاهم في نص الملعب، اللي هي اللقطه اللي بيحب يعملها ارتيتا، وكان فاتح على الخط. يمكن اللي حلها شويه في اخر الشوط كده ان بدا تروساري ينزل من الوينج الشمال لدايره السنتر، وكان بينقل كام كوره كده حلوه المدويكي، كانت حنكشه مش هنقول انها فرص. وخلص الشوط الاول على كده. قبل بقى ما تكمل عايزك تقول لي، هل اداء السيتي ده حاجه جديده اول مره نشوفها، الدفاع والزون ديفنس وان هم يفضلوا يلعبوا على المرتدات؟ هي ساعه الشوط الثاني. يعني انا لو جيت اكمل لك في الشوط الثاني، احنا قلنا مثلا جوارديولا هيبقى ليه رد فعل ان فرصه يبقى فيه مساحات، ويستغل واحد زي اندرتيكر ايرلينج هالاند. يعني يستغله. هو ما راحش غير في كوره واحده بس حرفيا في الشوط الثاني، زي الشوط الاولاني برضه. لا وكمان الشوط الثاني هو علشان يحل ان في بقى وراه في دايره السنتر في نكش كده من ارسنال، فراح رجع بالخط ده كمان ورا. طب متوقع بصراحه ان لازم ياخدوا جون. حرام بصراحه كانوا يطلعوا بالمباراه دي. ارتيتا رمى حلوله بقى بين الشوطين، نزل بقى بسايكل وايزي مدرسه جوارديولا يعني. ما هو متعلم منه اللقطه بتاعت الكاليفيوري، ويلعب بيقلب ال4-3 وبتاع. والايزي ده يعني هو كان كلمه السر الارسنال في الماتش اللي فات. ينزل يستلم بين الخطوط، يكون بوكس مع الاثنين اللي في نص الملعب، والزياده بتاعت كاليفيوري، يبقى عندك 4 وعندك حلول. واي نعم ارسنال ما بهدلتش السيتي فرص، ماشي على ارسنال، تحسه راجع على الارسنال. اتاخرت قوي يعني. ايزي ده نطلع من كريستال بالاس، هو من طفولته بيحب ارسنال جدا، وطلع يعيط. بس ليه متاخر؟ هو الولد عنده كام سنه؟ يعني ممكن 26 مثلا 26 سنه. لا انا حاسه اصغر ولا لا ممكن يكون تقريبا كان، مش فاكر بصراحه. بس حاسس ان هو هنحط لكم يا جماعه كده عشان احنا الاعداد مش شغال. دي سهله بقى تشوفوها. لا بس بجد يعني نقعد بكسب بعد ما اوليز مشي، يعني كان المفروض نفس السنه يطلعوا مع بعض مثلا. انه يفضل جاب لهم ايه في ايه. ممكن هي جايه له في الوقت اللي في كاريره اللي هو تحس ان هو نضج. نسيبنا دلوقتي من مباراه الجوله ونيجي لمباراه الجوله رقم 2. رقم 2 لا طبعا تشيلسي ومانشستر يونايتد. عايزك تقول لي ايه اللي حصل فيها
وتقول لي يعني ازاي هو طبعا الطرد خدم كتير قبلها برضه. طرد روبرت سانشيز خدم كتير. مم. بس يونايتد جايه يعني فين؟ يعني مع موريم دي حاجه أتفق. نتفق عليها احنا نيجي الاثنين. لمباراة القمة. نيجي لمباراة القمة رقم 2 ومانشستر يونايتد وتشيلسي. عايزك تقول لي ايه اللي حصل فيها. طيب طرد روبرت سانشيز فرق ان يونايتد تقدر تلعب فرقه توب ناقصه واحد، يعني الموضوع بقت الكفه متعادله لحد ما كازيميرو طبعا الطرد. بس بشكل عام مانشستر يونايتد بدات ترجع يعني مع اموريم. انا وجهه نظري طبعا متفق معاك بصراحه. مع انا متعاطف معاه جدا بصراحه. وانا كمان الى حد ما بصراحه يعني شايف ان هو عامل شغل كويس. غير من الفرقه مش بقى الاسامي اللي هي الجمهور تعب منها بقى يعني رابرز زي ما انت كل التيك توكرز والرابرز بقى. انا بس عندي مشكله معاه في تصريحاته، بحسه احيانا تصريحاته غير موفق. زي لا في كذا مره يطلع بيخش بغشامه، مش متذكر بصراحه. لو قصدك على تصريح مع الجمهور لما قال لهم السنه اللي فاتت ان انا مش بوعدكم بحاجه والعاصفه جايه، ولا لا في الموسم ده على الماتش بتاع الكارباو كاب بعد الماتش. طب ما لازم لما خسر ايوه انت لما تلاقي فرقه درجه كام يعني يا جماعه يعني ايه 12 ضربه جزاء يتشاطوا على مانشستر يونايتد من الفرقه زي دي؟ مش هكلمك على الماتش نفسه اللي هو اصلا هو يتحمل مسؤوليه. لا يتحمل مسؤوليته ازاي؟ هو يتحمل مسؤوليه اداء يعني فريق لما يبقى في فرص تضيع. عارف انت الكلام ده ماتش تشيلسي، ماتش سيتي، ماتش ساندرلاند، فرقه ثانيه واحده انت بتتكلم على الفرص الضايعه. لا مش هو، لا انا بتكلم على المباراه بشكل عام. انت ما ينفعش اصلا ان انت تبقى الفرق الصغيره دي. لو لمينا السبت الممتاز بتاعنا لا بس فيهم ناس شغاله شيفت برضو زينا شغالين بيشتغلوا بالليل يلعبوا كوره. ما ينفعش يوصلوا لدفاعاتك. انا ما عنديش مشكله ان انت تضيع يا باشا، ده مش فورميشن، ده ما كلمش هنا في تكتيك مع لعيب. انت اللعيب بيبقى القيمه التسويقيه بتاعته 70 مليون، انت 10 كفرد الفرقه كلها على بعض الثاني على بعضها. ما دي كارثه يا جماعه. احنا في نفس النقطه. بس هو المهم لما خسر من بني عبيد هراح اكمل كلام مدير فني ايه العلاقه يعني؟ خليك يا عم في اموريم، ارجع يا عم الاموريم الشغل. انا الفرقه يعني لما تمشي جرناتشو وتمشي ونانا وتمشي ليندلوف ومالاسيا وراشفورد يطلع لبرشلونه وبعدين وهويلاند ايوه انا لو وجاب صفقات حلوه. وبعدين ايه اللي حصل؟ انا هقول لك على حاجه. انا عارف ان انت بتقول ايه اللي حصل، عايز نتائج دلوقتي. انا بس هقول حاجه واحده على النقطه دي، ان مثال كان في برشلونه كان كله بيقول وبعدين يا تشافي وبعدين ماشي حلو وجميل، وكان نفس برضه حاجات ويبان شكله متاثر ونعمل له حاجات ايديتس ان هو مكتئب وابن النادي وليه كده والكره جايه عليه وكل الكلام ده. بس الراجل عدى برشلونه من فتره صعبه وعمل كذا، يعني ممكن نسميها عمليه جراحيه. هو حاجه زي جزء من اسباب نجاح هانزي فليك. ما هي بالظبط هو مهد له. أيوة. من الاخر هو عمل له يعني شال كل الاورام اللي موجوده في برشلونه وطلع موضوع بكده ما حدش حس بيه. هو اموريم بيعمل نفس الكلام. بيكي مشي ما حدش حس بيه، وكل المشاكل والسرطانات اللي موجوده ما حسناش. 10 سنين كفر الدنيا. هو قصدك ان هو مش شباب يعني من غير الامر يعني لا انا قصدي من غير مشاكل، ان كان بيكي كان في حوارات وبتاع وهيترشح ورئيس النادي الجاي والكلام ده. كان نفس الكلام عشان ما بقتش عن موضوعنا. نفس الكلام حصل مع اموريم. الراجل عمل مع عمر بن راده اللي هو المدير التنفيذي اللي كان جاي من السيتي، اشتغل معاه كويس، قفلوا على الفرقه، عمل موضوع الجروب الكابتنه. هو بيحاول ياسس النادي صح، وبيحاول يثبت طريقه لعب، وانا معاه في ده. انا شايف ده سابوه يشتغل يعني. هو هيسيبوني مفيش حل. انا شايف كفايه كلام قوي كده عن المباراه دي ونخش بقى عن كل فريق زي ارسنال والسيتي يعني. لا يعني المباراه الثانيه. نتكلم دلوقتي عن كل فريق كده بسرعه. نحب نبدا بقى يعني نتكلم مثلا في الاول على ليفربول. احنا ناسيين ليفربول. ماشي نخش على ليفربول. نخش على ليفربول. لا وبصراحه هم الفريق اللي عليه السبوت لايت دلوقتي. فريق نص مليار. بص حرفيا الفريق ده السنه دي يعني يتقال عليه مشاكل العالم الاول. ارن سلوت عنده حلول بالعبيط. يعني ابسط مثال، هو اصلا دلوقتي من غير حتى المهاجم ايزاك هو اصلا ثابت وبيلعب بطريقه لعب ثابته، ويعني تحس ان هو راكب نفسيا على الفرق حتى لو بيكسب في الاخر واداؤه مش احسن حاجه. بس تحس اللعيبه احنا هنكسب. حلو. لما هجيب كمان ايزاك فهو جايب مهاجم يلعب 9 جوه البوكس، ينزل في البيلد اب متاخر قوي ورا زي ما كان مع نيوكاسل، يستلم من تحت قوي، مش يستلم ياخد حد معاه ويفضي. حتى لو استلم في الثلث الهجومي جابوا ايزاك كمان نيوكاسل قدام ليفربول. ده هو نزل استلم ومش استلم يا رب، جري من ورا فان دايك. يعني انت عندك واحد بينزل في البيلد اب وواحد بيساعد في نص الملعب. هو لعيب متكامل فعلا بيلينك في الثلث الهجومي. والجون اللي انت قلت عليه بيجري كمان ورا المدافعين.
نخش يسرقهم. على الغير ايزاك برضو إكتيكي. بقيه ما كنت الصفقات لسه هقول، كلها. انا كنت لسه هقول انت اكتيكي كمان، انت يعني حتى مش داون جريد، الراجل قل شويه في البروفايل منه، هو بيعمل ادوار شبهه. بس انا رايي ان هو هيوظفه شويه في الوينج الشمال مكان جاكبو، مش وينج شمال، هنسميها ليفت فورورد يعني. ويحاول بقى، ممكن نلاقي شكل، عنده اشكال كتير. بشكل عالم اول فعلا. هنلاقي ممكن بص عنده يلعب ال 4 2 3 1 اللي بيلعبها دلوقتي، 4 3 3 على قديمه من ايام كلوب، يطير بقى كيركز ويطير فريمبونج. هل شايف كتير بقى. هل شايف أيوة ان ليفربول هو المرشح الاول للتشامبيونز ليج؟ طبعا بعد كل الصفقات دي طبعا. انا كنت فاكرك هتسال على صلاح وتاثير ده كل الصفقات دي على كنت جاي لك فيه بعدها. ماشي. لا طبعا مرشح اول تشامبيونز، يعني ايه الفرقه الوحيده اللي ماشيه كويس اصلا في البريمير ليج. بتكسب في اخر دقيقه، يعني في شويه معاناه، بس الفرقه دي اول ما تكمل ستات هتشتغل. لا الفرقه دي ممكن تعدي 100 جول في السنه عادي. السؤال اللي انت قلته بقى، هل شايف ان الصفقات الكتيره دي، خاصه ان واحد زي فيرتس لسه ما اشتغلش، كيتيكي لسه بيلعب وهيجي عليه ايزاك، ارقام صلاح هتتاثر جدا؟ يعني هو هيبدا يروح للدور بقى اللي كان صنع الالعاب، اللي هو انا هخدم على الفرقه. يعني الصراحه يجيب له 50 جون او 40 جون في السنه ده بالارقام. يعني لو ليفربول دي بتجيب 100 جون في السنه كان صلاح بيساهم في 70%. هو نوعا ما من بقاله فتره اصلا بيقول الدور ده، وبقى بيعمله مع الاجوان، ولكن بقى حاسس ان هو هيعمل ده اكتر من الاهداف. لا هو خلاص كده ارقامه هتتاثر. وانا كان يعني هو خد رابع في البالون دور، يعني رجوع للبالون دور. اعتقد 3-4 سنين لو فضل حتى في التوب ليفل ده مش عارف يوصل يبقى ربع العالم، لا ربع احسن لاعب في العالم كده. هو كان وصل ثالث قبل كده، بس الفرقه ممكن تساعده كاوفر اول في ايه، ياخدوا بقى البطولات بقى، ماشي ياخدوا مهما Champions خد League بطولات هو مش هيبدا برضه. يعني انا احساس لو خدوها وهي دي اهم بطوله في السنه، وحظه كان حلو، عمل اي حاجه في افريقيا. بس وجهه نظر حلوه بكل بساطه، لان هو فعلا واحد زي عثمان ديمبلي فقد امل في كاس العالم. لا هو خلاص ما كاس العالم يا معلم، هم افريقيا فقد امل فوق افريقيا. احنا ما جيناش. طب احنا رايحين كاس العالم خلاص بعد ما بقت 10 بالمناسبه ان شاء الله يعني يعني حد سبونسر تمام يعني. مباراتين ان شاء الله باذن الله، محتاجين منهم كام نقطه هي عايزين نحضر بس يعني احنا لو حضرنا هنكسب بس خلاص. تاني محتاجين نقطه واحده، يعني ان شاء الله باذن الله مصر متواجده في كاس العالم. ان شاء الله باذن الله نعمل اداء، عشان احنا ما بقيناش ندور دلوقتي على اداء، اصلا الفرق بقت عددها اكبر اللي بتصعد لكاس العالم. فان شاء الله باذن الله يوفق المنتخب ونعمل حاجه كويسه، بقى عندنا لعيبه زي مرموش، زي صلاح، مصطفى محمد في دوريات كبيره جدا يقدروا يشيلوا الفريق. ان شاء الله. اهلا بيكم في شفت الابطال، ونتكلم فيها عن مفاجآت دوري ابطال اوروبا لحد دلوقتي. احنا ما تلعبش غير جوله واحده بس. تعالوا نتكلم الاول على نظام الدوري الابطال من الموسم ده والموسم اللي قبله. النظام اختلف، بقى في نظام بيتحسب بالنقط، ما بقاش في نظام المجموعه مجموعه الف ومجموعه ب، لا ما فيش الكلام ده. عايز اسالكم، هل النظام ده بشكله الجديد ادى فرص للفرق الصغيره ان هي تنافس ولا ظلمهم اكتر؟ هو النظام ده بقى مخلي كل الفرق مش عارفه هي مين فين. انت تكسب النهارده، انت مش في مجموعه، مش عارف راسك من رجليك. فده واصلا نظام القرعه اللي بتتعمل هي قرعه عشوائيه جدا، ممكن حد يبقى عنده ماتشات موت وحد تاني ماتشاته مريحه. بتشك فيها، خلي بالك اكتر من مره يقول لك عشان بتتعمل بالاي اي. مفيش حاجه مش هيتشك فيها، نظريه المؤامره مفيش حاجه مش هيتشك فيها. كور سخنه، بس في كور سخنه ده اي اي دلوقتي. لا زمان ده هيبقى فيه، فدايما هيكون في شك. دلوقتي اي اي مش عاجب الناس، كور سخنه برده مش عاجب الناس. بس خلينا نتكلم في نظام البطوله. انا شايف ان انت كده مش هيعجبك حاجه، اكيد هتلاقي ناس بتعترض. انا لما بشجع فريقي والاقي مره واحده بيلعب 7 ماتشات كلهم موت ولا 8 ماتشات موت هعترض. لا ده ظلم. ولاقي حد مثلا ماسك كمانجا وبتاع، ما هقول له غني يا ابن المحظوظ. لا انت ما فهمتش بيعمل ايه ده، بيلقح دلوقتي. لا مش هقول على مين بقى، مش هقول على مين. انا هقول الحاجه الوحيده اللي مضايقاني بس، وهي مش دلوقتي، هي بقى لها فتره من ساعه تغيير القانون بتاع الاوي جولز. انا كنت متعلق جدا بالقانون ده، فكره ان انت تبقى قاعد والماتش تعادل او فرقه كسبانه، يعني انت تبقى فريق كسبان 2-1 وخايف يخش فيه جون مع انه كسبان وهيتعادل. هي دلوقتي القانون ده بيشجع اللعب الهجومي، بس كان قبل كده احنا ياما لينا ذكريات غداره الكره بتاعت انيستا، انتهى الدرس يا ساده، كميه ماتشات خلصانه بتاع كريستيانو بسبب الجون الاوي. يا جماعه عشان برضو تبقوا عارفين، احنا دلوقتي في نظام دوري الابطال، وحتى قبل النظام ده كان في نظام ان الجون على ارضك بيكون ب2، لو في حاله التعادل ساعتها بيتحسب بالشكل ده. ولكن دلوقتي عادي جدا لو في ماتش هوم بيتحسب مثلا 1-0 خلاص المباراه خلصت، المباراه اللي بعدها
انت طبعا بتشرح للجيل الجديد الجيل الجديد بقى اللي لسه طالع ما شافوش بقى الماتشات الناس لازم تعرف برضو عشان ما تبقى شافوش الماتشات عارفه. القديمه دي. في ناس كتيره ما تعرفش لسه الموضوع ده، ف بس يعني لسه في افريقيا زي ما احنا عادي. ما انا ده اللي انا جاي له بقى دلوقتي، وعايز اسالكم في الموضوع ده بس عشان الناس تبقى دوري الابطال. هنرجع بس عايز افهم بس الناس النظام ان دلوقتي. طب تعالوا نعيد عشان مش عايز اقطع كانت حلوه كانت حلوه، قلنا الافيه حلوه يا عم. ماشي نكمل عليها 1 2 3 عشان نرجع برضو للحته بتاعت نظام الجون الاوي. فهو دلوقتي انت بيتحسب لك عادي جدا الماتش لو جبت جون في الهوم، لو في الاوي الفرقه الثانيه جابت جون فهو تعادل، او حتى لو 2-1 فهي نفس الحكايه. لو الفرقه جابت جون مالوش اي علاقه بالجون باثنين، ما بقاش في الموضوع ده. ولكن النظام ده لسه موجود في الدوري بتاعنا، دوري ابطال افريقيا. انا وجهه نظري عشان اقولها لكم برضو قبل ما اسالكم، ان النظام الجديد ده فعلا ينطبق بشكل كبير جدا على دوري ابطال اوروبا. ان انت دلوقتي اوروبا مش بتفرق، ماتش بيتلعب في اسبانيا عن ماتش بيتلعب في فرنسا عن ماتش بيتلعب في انجلترا. الجمهور عنده سهوله ان هو يقدر يتنقل ما بين البلدان دي. غير كده برضو انت اوريدي الجماهير موجوده في كل بلد. انما مثلا في دوري ابطال افريقيا عمرك ما هتروح مثلا السنغال هتلاقي مثلا جمهور للاهلي متوفر بشكل كبير، فطبعا بيبقى في ضغط كبير جدا. للسبب ده بيعملوا موضوع الجون باثنين. انما في اوروبا الموضوع لا خلاص، شبكه القطارات شبكه القطارات والكلام ده في تسهيلات كبيره جدا. فعلشان كده هم عملوا النظام بالشكل ده. قالوا خلاص ما فيش حاجه اسمها هوم واوي اصلا. حتى لما بتلاقي فريق زي برشلونه بيلعب في ابعد حته في انجلترا، لا جمهوره موجود وبشكل كبير جدا. دلوقتي نيجي نرجع لحته شكل دوري الابطال الجديد. انت شايف يا كابتن صامبو ان الدوري الابطال بالشكل ده ادى اولويه للفرق الصغيره ان هي تنافس مع الفرق الكبيره ولا ظلمها؟ الشكل الجديد لدوري الابطال الشكل الجديد ممتع جدا. انت من اول جوله عندك ماتشات موت. يعني انت اولا الفرق اللي في التصنيف الاول عندها ماتشين مع فرق زي في التصنيف الاول. انت في النظام القديم كان جروب ستيج، امنع اللي في بلد واحده ما لعبش اللي مش عارف ايه يعني حاجات معقده جدا. والاول والثاني انت من كل مجموعه انت عارف ان هم كانوا هيصعدوا، فدول ال 16 ما بقاش ممتع. انما انت دلوقتي من اول جوله في دوري الابطال نهائيات مبكره موت برشلونه كسب موت. لان الموضوع ده كان معمول لسبب دعائي اكتر وبسبب ان يكون في ماتشات اكتر. ولكن الموضوع ده جه على اللعيبه باصابات ريال مدريد بطل اللعبه دي 15 مره، عانى السنه اللي فاتت ويلعب ماتش رايح جاي عشان يبقى كواليفايد لدول بعدين. لا يعني في منافسه. انما قبل كده كانت انا متفق معاك في النقطه دي. بقى كمان المنافسه زادت مش بس عشان نظام القرعه، نظام ان اللي هيفوت ان هو يتاهل من اول مره هيلبس ماتشين زياده. لاول مره يا جماعه من الحاجات النادره جدا ان يتعمل نظام جديد ويعجب الناس كلها. يعني يمكن احنا كجمهور برضو شايفين كده، يمكن اللعيبه تشوف عكس كده. عايزين نعرف رايكم برضو ونعرف رايكم هنا ايه وجهه نظر. نرجع دلوقتي لشفت التوقعات وكل واحد وتوقعاته عن مباريات الدوري الانجليزي الممتاز. نبدا باول مباراه. عندك برنتفورد ويونايتد. عند برنتفورد يونايتد برنتفورد. لا يعني هم لمين لبرنتفورد. لا هقول يونايتد هياخد الدفعه بتاعت ماتش تشيلسي ويبني عليها. ماشي 3 نقط. ولا كمان برنتفورد ماشي. الناس بقى تفتكر بقى الكلام ده، احنا الاثنين يونايتد. أيوة. بما ان الناس هتفتكر الكلام ده يا جماعه، احنا كنا عاملين حلقه تجريبيه ومباراه الارسنال والسيتي انا كنت متوقع ان هي هو الوحيد اللي قالت صح، حاجه الوحيده قالت صح تقريبا. طيب الماتش اللي وراه تشيلسي وبرايتون. هوم لتشيلسي. تشيلسي وبرايتون. تشيلسي هوم تشيلسي. مش تعادل مثلا؟ لا تشيلسي. برايتون برضو هو السنه دي مش احسن حاجه. كسب السيتي. هي كويسه بس مش احسن حاجه السنه دي برضو. كسب السيتي. لا كان وحش. تشيلسي فايقه. يبقى الفوز 3. ماشي يبقى احنا 3 تشيلسي. كريستال بالاس وليفربول. ده فين ده؟ ده عند كريستال بالاس. ماتش حلو قوي. واخدين منهم الكاس وبتاع. لا ليفربول هتطحنهم الماتش. لا واخدين منهم الدرع. ايوه. ليفربول وعلى الرغم ان هو على ارض كريستال بالاس ليفربول رايقه وفايقه هتطحنهم الماتش ده. ماشي. وانت؟ انا شايف 4-0. اروح مع تعادل. تعادل. عايزين تخشوا كريستال بالاس بس لا صعبه برضه مش معاهم ايزي وكده. انا عارف جمهور كريستال بالاس ملعب بس لا ليفربول السنه دي فرقه رخمه في ملعبها على ارضها مقرفه. ده حقيقي من اقوى الجمهور. بس انا اتوقع ان الليفر هتكسب. ماشي. ليدز وبورنموث. عند ليدز مش سهل يعتبر. بورنموث. ليدز وبورنموث. لا بورنموث. ايوه.
بورنموث. بورنموث بورنموث. سيتي وبيرنلي عند السيتي. سيتي بقى. سيتي سكور. سيتي. هالاند هاتريك. سيتي. تعالوا نرتبها يعني، خلي عادل هو يقول الاول بعدين صب وبعدين انا اول، عكس مش فارقه. أنا من الأول؟ هي ماشيه كويس. لا انا هنقطع الحته دي بس. كمل. لا عادي كمل زمان. ماشي. ماتش الخامس اللي معانا سيتي وبيرنلي. سيتي وبيرنلي. هوم جيم. قول انت. سيتي. سيتي سكور مثلا. مع ان على فكره بيرنلي عامله موسم حلو جدا. لا تقريبا هي حظهم وحش السنه دي. ساندرلاند انا بتكلم على ساندرلاند معلش. 1 2 3. طيب خامس ماتش معانا سيتي وبيرنلي. سيتي انا حاسس ان احنا متفقين في دي. سيتي يعني سيتي. سيتي ولا وخلاص. تقف قدام جونها. هو ما كان زمان ايام شون دايش، دلوقتي مع الراجل اللي جايب شعره اللي جنبه. لا سيتي سكور كمان. ليفربول تعبت قوي مع بيرنلي. لا انا سيتي برضه. سيتي كلها. طيب نوتنغهام فورست وساندرلاند عند نوتنغهام فورست. ماتش حلو ده. ماتش حلو قوي. يعني في كوره ده. انا وجهه نظري تعادل. هو في ارض مين؟ عند نوتنغهام. لا نوتنغهام. لا هروح لنوتنغهام. لا معلش هرجع في كلامي. نوتنغهام اخيرا هيكسب. لا انا معلش قول المباراه تاني. مع ان الراجل دايما بدايته مش احسن حاجه. انت قلت نوتنغهام وساندرلاند. لا نوتنغهام. كله نوتنغهام. توتنهام وولفرهامبتون. توتنهام سبيرز. ده عشان ولفرهامبتون ما شافتش. لا صعبه الاخير واخدوا نجمها الاوحد كونيا خلاص. يعني كابتنه مثلا القدوس والله فيها هي على ارض توتنهام. نجي لكم بقى في حلقه الفانتزي ان شاء الله، هكلمكم في كل التفاصيل. انا شايف ان القدوس دي ممكن تبقى من الكابتنات. لا خلاص لما نبقى نيجي في الحلقه. ماشي. الماتش اللي وراه استون فيلا وفولهام. اول فوز لاستون فيلا بقى. استون فيلا هيجيبوا جون يعني. هم جابوا جون يكسبوا بقى. هو قصدي استون فيلا وفولهام في فيلا بارك. مع ان فولهام حلوه مع ايوبي وبتاع، بس لا بس استون فيلا لازم بقى روجرز بقى لازم يفوق بقى كتير قوي. ما انا عشان كده بقول لك فريق لحد دلوقتي بس كفايه. احمد سامي ده كان جدا. انت متضايق ان انا خدت منه النقطه. محموق قوي كده ليه؟ امال لو كنت كسبت هتعمل ايه؟ لا صعب جدا. ماشي انا شفت عادي. ماشي كده المباراه خلصت. لا لسه انا قلت استون فيلا تكسب يعني بقى تكسب. استون فيلا طبعا تعادل. ماشي. ماتش ضرب نار نيوكاسل وارسنال في نيوكاسل. فرقه رخمه قوي جدا. مش عارف. لا يعني انا شايف ان ارسنال المفروض الموسم ده بايديهم واسنانهم على الدوري الممتاز، فلا يعني انا واثق في ارتيتا وبعد جيوكيرس انا شايف ان هم ممكن يعملوها. طبعا بسبب ليفربول الموضوع هيبقى صعب بس ده بالذات بقى سكور. تعال نقول سكور. لا صعب بالنسبه لي سكور. بس انا هروح مع ارسنال لسبب واحد. ان ارسنال كانت فعلا ادائها مع التوب 6 قبل، ما اعرفش وصلوا توب كام دلوقتي، بس المهم الفرق الكبيره لا ارتيتا بيعرف يقف قصادها كويس. انا شايف 2-1 ارسنال. ماشي. وانت؟ مش عارف بالظبط سكور، بس يعني هروح مع ارسنال بخلاص. ماشي. انا شايف ان الماتش قريب قوي يعني 2-1. انا حاسس انه مش هتبقى واسعه. مين ارسنال؟ الارسنال كده ماتشات الرخم. ماشي. احنا معانا اخر ماتش كده ما حدش هيتفرج عليه يعني. طب بالمره نحولها يعني لا خلص ده ونخش في الاسباني. برشلونه ريال مدريد. ايفرتون وويست هام. ايفرتون جودسون بارك لا مش موجود. جديد ده. تعادل. ايفرتون ومين؟ ويست هام. لا ايفرتون بس مش شايف ايفرتون. بس ايفرتون برضو ما هياش يعني اللي واقف على رجليه يعني. جريليتش بيخبط شويه. لا ايفرتون. انا كمان ايفرتون. ماشي. ايه لا ليجا نخش كده. مش لازم يبقى دوري انجليزي بس يعني. برشلونه واحده ريال عشان ما نزعلش الناس مننا. ده في ماتش ديربي مدريد اتلتيكو وريال. نخش بقى. ايوه حلو نخش. طب يلا ماشي. نخش بقى على الديربي. تقول بقى يلا 1 2 3 نخش بقى على الديربي. وديربي اتلتيكو مدريد وريال مدريد، ومباراه دايما بنستناها في التخبيط في الشلاليت في كل حاجه ليها علاقه بالجرينتا. يعني مباراه تقيله بكل المعاني. الليالي الديربي هي اسوء كوابيس. هي على ارض مين؟ شفنا كده على ارض اتلتيكو مدريد. انا شايف وجهه نظري تعادل. يعني هو انا شايف ان هم مش يعني لسه سيميوني مش ماسك قوي الدوري. حاسس ان الريال بيحاول يركز في الدوري هو وبرشلونه. لا هروح ان ممكن الريال يكسب الماتش ده. تتوقعك ايه المباراه؟ انا شايف تعادل. وانا تعادل.
لا ماتش جامد قوي. خصوصا خلي بالك اتلتيكو راحت تلعب ليفربول من غير وفرصه انها ممكن تبقى فرصه، مع اني قلت الريال يكسب، بس انا شايف ان ممكن يكون فرصه ان يرجعوا بقى لسباق الليجا دلوقتي. حوار ليفربول فكرك شويه كفايه توقعات لحد كده، ويلا بينا نخش على دوري الابطال. يلا بينا. لا استنى، عندك برشلونه ولا مش عايز نتكلم؟ نقول برشلونه، انت عايز تزعل بتوع الليجا. برشلونه ايه يا عم؟ 1 2 3 نتكلم بقى عن برشلونه ومبارياتها. برشلونه سوسيداد. لا برشلونه محسوم وسكور، مع انه ملعب انويتا ده كان ايام ميسي كانوا زمان. لا بس اتغير صح؟ عند برشلونه. ده ما لا انويتا كنا هنعيط. لا رخم جدا. لا عند برشلونه كنا هنعيط. 1 2 3 نخش بقى على كاتالونيا. برشلونه ومباراتها مع ريال سوسيداد. مظبوط. برشلونه وسوسيداد على ارض برشلونه. شايفين مباراه رايحه برشلونه بكل بساطه. مش عارف لو زمان كان ملعب الانويتا كنت اقول لك كان اسمه الانويتا صح؟ لا مباراه سهله جدا لبرشلونه وسكور كمان. كفايه كده كلام لحد النهارده في شفت كوره، ويا رب نكون كنا خفاف عليكم في اول حلقاتنا. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وشير بقى زر الجرس. ما تنساش اوعى. يلا السلام عليكم. سلام. عشان